اول فلوج من مصر من اسكندريه. احنا في محطه سيدي جابر لسه واصلين دلوقتي، والنهارده معايا ضيفه مميزه بس هي متاخره عني شويه. امي. اخر مره جيتي فيها اسكندريه امتى؟ قبل كورونا. قبل كورونا، يعني بنتكلم في حوالي سنتين. احنا لسه واصلين دلوقتي محطه سيدي جابر. اول حاجه المفروض عايزين نعملها ان احنا بس نفطر. فانا ما جيتش هنا تقريبا من مثلا 10 سنين ولا حاجه، بس عارف ان هنا في محل مشهور قوي اسمه البان سويسرا. انا وصلت عند الالبان سويسرا. انا اخر مره جيت من 10 سنين كان بس المحل اللي ورايا الصغير ده، دلوقتي بسم الله ما شاء الله ربنا فتحها عليه غالبا، وفتح المحل اللي هناك اللي ورايا ده. بس المحل اللي هناك ده لو احنا هناكل جوه، احنا مش هناكل جوه غالبا، فاحنا هنطلب من المحل اللي ورايا ده. الف شكر. انا طلبت سجق بالجبنه وجمبري بالجبنه ومشكل مشكل لحوم، طبق كده غريب بس ده اللي انا الصراحه كنت جاي علشانه. يعني ده شوكولاته بالحلاوه بالقشطه، فدي تقريبا من الحاجات هو اللي قبلي طلبها فانا طلبتها الصراحه، لان انا بقالي 10 سنين ما جيتش هنا، فانا ما اعرفش ايه احسن حاجه. بس اللي قبلي طلب شويه حاجات فانا طلبت زيه يعني. خلينا نشوف. قشطه بالحلاوه بالشوكولاته. هو عالمي الصراحه، الجبنه بتاعته على اي حاجه تحفه. ده طبق السجق مشكل او لحم مشكل، وجايب معاه عيش وجايب معاه كاتشب وجبنه في كل حته، في كل حته الجبنه. احنا وصلنا الاوتيل. بجد المنظر اللي بره تحفه. دي السراير. ده اقرب مكان انا ممكن ابقى فيه للبحر الصراحه. انا هنا والبحر هناك اهو. المنظر تحفه. وقالوا لنا ان في زي حمام سباحه تحت، لو احنا عايزين في حمام سباحه، بس الجو مش حلو النهارده، احنا في الشتاء اصلا يعني. يا بخت اهل اسكندريه باسكندريه، والله العظيم يا بخت اهل اسكندريه باسكندريه. دلوقتي من الحاجات اللي انا جاي هنا عشانها ان انا استرجع الذكريات. ففي مش نفس الاوتيل يعني، بس قبل كده لما انا جيت هنا في 2017 لما كنت بجهز للهجرة، كان نفس المنظر ده كده. وجيت هنا اسكندرية عشان امتحن امتحان الايلتس للمرة الثالثة الأخيرة. وما جبتش السكور يعني، بس ليلتها كنت جيت هنا وقعدت في اوتيل، وكان معايا امي اللي قاعدة هناك اهي. مساء الخير يا حاجة. ايوه ربنا يسعدك. طب يعني فالفكره ساعتها ان انا كنت قاعد نفس القعده دي بذاكر، بس انا من طبعي يعني انا عشان اذاكر ما بعرفش اذاكر في دوشه، ما بعرفش اذاكر وفي حد بيسمعني. فمثلا كنت عمال اذاكر ساعتها انجليزي، وكنت عامل نفس الحركه اللي انتوا شايفينها دي. كنت انا قاعد هنا بذاكر، كانت هي قاعده بره. كانت هي قاعده بره في البلكونه، كنت حاططها مطلعها فعلا البلكونه وقافل الباب عشان انا اعرف اركز. فانا جيت المره دي او جيت دلوقتي يعني عشان افتكر الحاجات دي، ونفس اللي احنا نفس الحركه. هي قاعده في البلكونه دلوقتي بس مش حابسها والله، هي قاعده بره بتتفرج على البحر يعني مستجمه. بما ان احنا هنا فخلينا اسالها كده بالمره، يعني ايه احساسها دلوقتي بعد ما هي جت دلوقتي يعني بعد 5 سنين. طيب مبدئيا كده، هل كنت متوقعه هل كنت متوقعه ان بعد 5 سنين من ان انا اجي هنا وامتحن انجليزي وافشل وما اجيبش السكور، ان احنا ممكن نيجي تاني هنا بعد 5 سنين في الوقت اللي انا هبقى بمتحن فيه بقى امتحان الجنسيه والكلام ده كله؟ لا، انا كنت فاقده الامل ان دي كانت خامس مره تمتحن. تالت. انا فاكره ان انت امتحنت كتير. امتحنت 3 والبي تي اي مره. فكان كنت قلت انا قلت لك حتى اتفقت معاك ان دي تبقى اخر مره. تمام. علشان كده احنا امتحنا كتير وكنا بنسقط، فقلت لك خلاص بقى دي اخر
اخر خد بالكم مره من امتحاننا وبنسقط دي، ماشي ما عشان علينا. انا كنت بمتحن معاك، يعني بتعذب معاك، مش لازم امتحن، بس انا كنت بتعذب معاك في كل مره بتروح تمتحن فيها نفسيا يعني. بس فاتفقت معاك ان دي اخر مره. صح. لو سقطنا خلاص مش هنبقى كده، ربنا مش راضي. بس الحمد لله ربنا راضي وربنا يوفقك كنت متوقعة أي حاجة من اللي حصل ده؟ خالص يعني. انا كنت دايما اقول خليه يعمل اللي هو عايزه، هو اكيد مش هيسافر ومش هيعمل. وانت قعدت تقول لي ما تبقيش انانيه، سيبيني اعمل اللي انا عايزه، وسبتك تعمل اللي انت عايزه عشان ما تبقاش اناني. بالرغم ان ال5 سنين اللي فاتوا دول صعبين عليا جدا، بس كنت عايز اعمل لك اللي انت عايزه بغض النظر انا مشاعري ايه. بس وكنت عندي امل بقى ان انت ترجع وتعوضني عن سنين البعد عنك الشقة. يعني. لان كنت نفسيا انا متدمره يعني. الموضوع فعلا كان صعب لأن أنا وحيد، مفيش حد غيري، ووالدي متوفي من وأنا عنده سنة، فهي مفيش غير أنا وهي يعني. فالفترة اللي فاتت دي كانت هي تقريبا عايشة لوحدها طول الوقت يعني. بس الحمد لله نفس المنظر ده، هي دلوقتي قاعدة في البلكونة أهو، وأنا كنت مرمي جوه بذاكر. بس بعد 5 سنين الحالة الحمد لله اتبدل يعني، فالحمد لله. خير خير. طيب احنا خلاص خلصنا، احنا مستنيين بس العشاء يدن عشان نصلي، وبعد كده بقى هننزل نتمشى كده على البحر شوية على الكورنيش، ونروح ناكل أي حاجة. ما ينفعش تيجي اسكندرية وما تجربش كبدة الفلاح. أنا رحت الفرع اللي في سيدي جابر لقيته قفل، بس اتقال لي إن في فرع تاني هنا جنب محطة الرمل. أيوه أيوه، كبدة الفلاح هو ده. أنا معرفش الصراحة هو فتح في القاهرة ولا لأ يعني، ما دورتش، بس بما إن أنا هنا في اسكندرية كان لازم أجي وأجربه. تحفة. الساعة 9 بالليل في مثلا ولا أكتر من 50 واحد لسه هنا جوه الناحية التانية. الأكل كان تحفة تحفة. تدي الأكل كام من 10 حضرتك؟ 10 من 10 بصراحه، 10 جميل من 10. جدا. هو حلو أوي الصراحة، بس أنا هديه 9 من 10. أنا مش عارف ليه، يمكن رزالة مثلا أو عشان مفيش طحينة، بس الليمون والفلفل اللي معاه تحفة. هي اديته 10، أنا اديه 9 من 10. رزالة كده. فرح نوبي، فرح نوبي جوه اسكندريه. احنا خلاص كده خلصنا، رحنا كذا مكان النهارده، فكده ده اليوم الاول، رايحين على الاوتيل واشوفكم بكره. ده جامع ايه ده؟ جامع سيدي ياقوت العرش. جميل. جامع المرسل العباسي ده من اكبر مساجد هنا يا باشا، المرسل العباسي ده اشهر واحد ده. النهارده تاني يوم، احنا لسه خارجين من قلعه قايتباي. المنظر بجد تحفه على الكورنيش، تحفه. احنا ماشيين على الكورنيش وورايا المراكب ديت واقفه هناك اهي، وطول ما احنا ماشيين ناس عماله تقول لنا لو عايزين جولات، لو عايزين حاجه. بس احنا خلاص، احنا فاضل بالظبط ساعتين وهنطلع على القاهره، بس ما ينفعش ان احنا نيجي اسكندريه وما ناكلش اكله سمك. وصلنا مطعم عروس البحر. انا كنت رايح مطعم قدوره الصراحه، بس خالي يعني الله يبارك له لما كلمته قال لي لا غالي، فقال لي في مطعم كده اسمه عروس البحر روح، الاسعار كويسه وحلو قوي. السلام عليكم. احنا جاي لك من القاهره وناس قال لنا عليك يعني. ربنا يكرمك. هو الفكره ان انت بتيجي وبتختار اللي انت عايزه وهو بيعمله لك، مفيش منيو خالص، فده المنظر.
في كمية انواع سمك رهيبة رهيبة. احنا هنختار بقى كده ايه ميكس وهو يعمله لنا. احنا جبنا سمكايه، اسمها ايه السمكه؟ قاروص بالرده، ونص جمبري، وكابوريا ربع، ورز، وشوربه سي فود. تمام تسلم. واعمل له بقى كابوريا 2. اول مره اعرف ان الكابوريا فيها نوتي. واعمل واحد رز بس و2 سي فود و2 شوربه سي فود. بس كده. تمام. الاكل نزل، الاكل نزل. شوربه سي فود، رز، شويه ابيتايزرز كده مش عارفينها، كابوريا، وادي الجمبري. فاضل السمكه بس. احنا كده يعني في التمام. هنخلص بقى الوليمه دي كلها وجري على القاهره. احنا بس وصلنا ستاربكس كده، هنقعد شويه وبعد كده هنطلع على المحطه دي. اخر حاجه خلاص. واحد من الاسباب اللي انا جاي علشانها اسكندريه هو اني اكل واستجم، والسبب الثالث هو الذكريات. انا جاي النهارده علشان ابص بس على المكان ده. فندق الفور سيزون ده كان الفندق اللي انا امتحنت فيه امتحان الايلتس للمره الثالثه، وللاسف ما جبتش السكور اللي انا عايزه، وخلاص الموضوع كله كان هيتكنسل. بس بعد كده رحت ساعتها لامتحان البي تي اي والحمد لله جبت السكور من اول مره. فانا ليا ذكرى مع الفندق دوت لما جيت امتحنت فيه ثالث مره وللاسف ما جبتش السكور. فانا جاي بس هنا كده علشان استرجع شويه ذكريات يعني. بس ده ثالث سبب. واخر حاجه فندق الفور سيزون هنا في اسكندريه. احنا هنخلص ونطلع على المحطه علشان قدامنا بالظبط ساعه ونص او ساعتين على القطر بتاعنا للقاهره. الساعة 11 بالليل، احنا وصلنا القاهرة. أنا نايم، أنا مسقط خالص، تقريبا نمت طول الطريق. فكده خلاص فلوج النهاردة. إن شاء الله قريب قبل ما أسافر. أنا مسافر إن شاء الله يوم 10 يناير. هحاول إن شاء الله أظبط إن احنا نتقابل في مكان هيبقى غالبا في الحصري في أكتوبر، يا إما مول العرب، بس غالبا هتبقى في أكتوبر يعني. وهعلن أو هكتب إن شاء الله على اليوتيوب، وكمان هقول على الانستجرام في الميعاد والمكان بالظبط. فإن شاء الله أشوفكم قريب جدا قبل ما أسافر يوم 10/1 في مكان في أكتوبر هقوله وأحدده، ونتقابل. أي حد عنده سؤال أو أي حد عايز يستفسر عن أي حاجة. شكرا ليكم وأشوفكم قريبا جدا جدا جدا. سلام.